ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. قبل ما نبدأ الحلقة حابين نقول لكم إن في مسابقة جديدة لطلبة الطب، من خلالها ممكن تكسب تدريب عملي مع دكتور في التخصص اللي أنت مهتم بيه، وده هيفيدك جدا خصوصا لو أنت ما عندكش نيابة جامعة أو فيرست جنريشن دكتور. تفاصيل المسابقة هتلاقوها في جروب الواتساب اللي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. اهلا بيكم في كويست توكس. حابين نرحب بدكتور محمد عبد الباسط، وصاحب منصه ميد اب سكيلز. المنصه بكل بساطه شغاله على محورين اساسيين. لو انت فيرست جنريشن دكتور، ودي اللي هي مشكله معظمنا بيعاني منها، تقدر انك تتعلم على ايد ناس هاندز اون، سكيلز هاندز اون، او ممكن تكون مش هاندز اون، بس الفكره ان هي تكون 1 تو 1، تبقى حد يكون منتور ليك وحد يقدر يعلمك وياخدك الطريق من كامل. الجزء التاني، لو انت مميز في الشرح او مميز في سكيل معينه وحابب انك تبروفايد الخدمه دي للطلبه حواليك، فبتقدر كمان تقدم الخدمه دي. وخصوصا ان مش ناس كتير قوي مننا كطلبه بتعاني من مشكله الشغل او مشكله اعمل ايه مع الدراسه تقدر تجيب لي مصدر دخل، والمشكله التانيه اعمل ايه يا جماعه، انا مش هقدر اخد التخصص ده عشان مش هقدر اتعلم فيه حاجه كويسه. في الاول حابين نتعرف على حضرتك، والقصه بدات ازاي يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد عبد الباسط حسن، استشاري جهاز هضمي ومناظير. حقيقه تخصصي ما كانش تخصص نظري ابدا، كان تخصص فيه للاسف كلينيكال، يعني كان فيه هاندز اون. فكنت محتاج فعلا ان انا في فتره النيابه، انا في جامعه طنطا، في اني اخدت نيابه في الجامعه، ان انا اتعلم على ايد ناس يعلموني مناظير. وللاسف برضو عندنا مناظير معده ومناظير قولون ومناظير قنوات مراريه ومناظير بالموجات الصوتيه. فكل الحاجات دي كلها تكنيكس وكلها هاندس اون. ربنا اكرمني طبعا باساتذتي هناك في الجامعه، لكن في الحقيقه وعلى راسهم طبعا الدكتور عاصم الفرت استاذي. لكن الحقيقه ما كانش كل الناس خدت الفرصه دي، او انا كنت محظوظ شويه ان انا اخد فرصه اتعلم على ايد استاذ كبير زي الدكتور عاصم الفرت. اتعلم مناظير معده ومناظير قولون ومناظير اي ار سي بي. فمش كل الناس جات لهم الفرصه دي، لا سيما انا كنت موجود، فكنت قاعد خلاص، ما حدش ما ينفعش حد يجي بقى، انا قاعد لحد ما اخلص الايه الكارير يعني. فدي برضو نقطة خلت الواحد يدور في حاجات كتيرة قوي، ان انا لازم اتعلم. وانت عارف كل الدكاترة عندهم طموح وعايزين يتعلموا. يعني انا مثلا مش هتقف، ما فيش دكتور بيقف في الجهاز الهضمي على معدة او على قولون، لا ده هو بعد ما يخلص القولون عايز اي ار سي بي، عايز يتعلم اي او اس، عايز يتعلم بتوع الجراحه نفس الكلام، بتوع الاي ان تي، وما اكثر طبعا المانوفرز اللي موجوده دلوقتي في الكليات او في التخصصات عموما. الحقيقه الفكره جات لي بعد ما خلصت امتحان زماله جهاز هضمي. فانت عارف احنا في الزمالات وفي الامتحانات بنقعد نذاكر بال 12 وبعد كده 14 وبعد كده 20 ساعه، يعني كل حياتك بتبقى ايه مذاكره. لدرجه انك ممكن تقعد تعمل في رجلك شويه مساج علشان ما يحصلش دي في دي تي والكلام ده يعني. فبعد ما خلصت الامتحان ما لقيتش حاجه اعملها، يعني ما فيش حاجه اعملها. فقاعد يعني يا دوبك بتروح العياده، بتروح الشغل بتاعك وبترجع. فاتعلمت برمجه، قلت لا انا اخش بقى اشوف كارير تاني، تقريبا الطب مش جايب هم وباين، فقلت لا اخش اشوف كارير تاني، بيقولوا البرمجه دي حاجه كويسه وبتاع. فدخلت اتعلمت برمجه، اتعلمت لغه بايثون، اتعلمت باك اند كويس. وبعدين بدات بقى احاول ان انا ادخل بقى البرمجه في شغلي. ما هو انا بتعلم برمجه للاسف برضو رجعت للطب تاني، قلت لازم ارجع تاني للطب بقى، او انت كدكتور يعني الوضع بيحكم عليك ان انت تفضل في الكارير بتاعك يعني. فكلمتني زوجتي دكتورة صدر، فقالت لي انا مش عارفين نتعلم برونكوسكوبي ومفيش فرص كويسه، وللاسف اللي عندنا مش بيعلم قوي او مش بيعلموا قوي يعني. فانا قلت لها مفيش مشكله، كلمي حد وممكن ان انت تكلميه وياخد نظير التعليم. حتى لو هو في حاجه حكومي او حاجه في حاجه خاص، المفروض ان هو ايه ياخد النظير ده. وبعدين لما ويوافق الترينر ده، وافق جدا. فبعدها قلت طيب ليه ما نعملش الموضوع ده مع الناس كلها؟ يعني ليه ما نعملش منصة تجمع فيها الدكاترة الخبراء
والدكاتره اللي هم الترينيه اللي عايزين يتعلموا. كل تخصص بيجمع ده وبيجمع ده، والمنصه تكون وسيط بين الاثنين، ان هم يقدروا يشوفوا بعض وان هم يراسلوا بعض ويتكلموا مع بعض، وبعد كده يقدروا ان هم يتفقوا مع بعض على فيس معين نظير وقت الدكتور اللي بيعلم. ودي ما فيهاش مشكله، يعني انا كدكتور بتقاضى دخلي من المريض، بتقاضى اجر المنظار من المريض. فاعتقد الاولى بي ان انا اعلم الناس دي، اعلم الدكاتره، بحيث ان انا لما هو كمان يطلع يعلم او يقدر يعالج المريض. فدي كانت فكره ان انا اعمل حاجه تجمع الدكتور بالطالب او بالتريني. لا سيما ان احنا كدكاتره بيبقى عندنا نقطه، يعني في نقطه متبادله من الناحيتين. انا كدكتور ببقى خجلان جدا، او ان انا ببقى زعلان جدا ان انا اقدر او ان انا اتغاضى او اتقاضى فلوس من اللي انا بعلمه. على النقيض الطالب بيبقى محرج جدا ان هو يروح لاكسبرت او يروح لحد في تخصصه يقول له انا عايز اتعلم منك، فممكن يردني، ممكن ما يقول لي لا، او ممكن يقول لي والله انا مش فاضي. فرغم ان انا رحت للدكتور استاذي الدكتور عاصم في عيادته، قلت له انا جاي لك، انا قاعد اتعلم هنا. فهو دايما اللي بيبقى عايز يتعلم بيبقى بيجح شويه، او بيبقى عنده سنه ايه، لا انا قاعد، يعني ايه، ما بيبقاش حساس زياده عن اللزوم يعني عشان يقدر يتعلم. وكل كليات الطب والدكاتره والمجال الطبي عارفين النقطه دي يعني. فالفكره كلها ان احنا الدكتور بيبقى محرج ان هو يتقاضى الكوست بتاع نظير وقته، والطبيب بيبقى يعني محرج ان هو يطلب من الدكتور الفلوس، او محرج ان هو يطلب منه ان انا اتعلم منك النقطة دي. فبيجي هنا بقى نقطة المشكلة الجاب ما بين الخبرة او ان انا عندي خبرة وما بين الطموح. انا نفسي يبقى عايز اتعلم النقطة دي، بس للأسف الشديد مش لاقي حد يعلمني. انت اكيد يا دكتور مصطفى عندك النقطة دي، اكيد انت عندك حاجات عايز تتعلمها، واكيد بتشوف ناس كتير نفسهم يتعلموا حاجات معينه ومش لاقيين حد يعلمهم، او مش لاقيين حد يعلمهم. مفيش الفرصه او مفيش الكارير اللي يظهر ده لده، لا سيما في المجال الطبي. لان احنا كدكاتره يعني للاسف الشديد البوتقه بتاعتنا بتاع العلم مخلينا مش قادرين نطلع ناحيه الاي اي وناحيه التكنولوجيا وناحيه الحاجات دي. يعني الفكره دي مستوحاه من فكره منصات العمل الحر. ازاي ان انا اقدر ادخل على منصة عمل حر، اقدر اطلب من مبرمج، انا هطلب مثلا برمجة برنامج معين، عايز اعمل حاجة معينة او ويب سايت معين، فبخش بلاقي التكنيك ده بيعمله 1000 واحد. اقدر ان انا اراسلهم كلهم واقول لهم انا عايز ده، واقدر احدد معاهم السعر. بل بالعكس ممكن اقول لهم والله يا جماعة انا مش هدفع اكتر من $1000، مش هدفع اكتر من كده. فمين اللي عاجبه؟ فيجي ناس تقول لي انا هشتغلها لك $1000. وفي بقى ان انا اقدر ابعت لهم الفلوس على المنصه من عندي لعنده، في ان انا اقدر اتكلم معاهم زوم ميتنج، في ان انا اقدر ان انا اتعلم منهم. تمام، الحاجات دي كلها ما انا شايفها موجوده عندنا في كليه الطب او في المجال الطبي. فحاولنا قدر المستطاع ان احنا نعمل المنصه بحيث ان احنا نظهر الناس اللي عايزه تعلم وكمان تفيد الطلبة، وفي نفس الوقت تحسن الدخل بتاعها. وما أكثر الشباب الطلبة اللي عندهم مهارات قوية جدا تكاد تتعدى ناس أكبر منهم بكتير وما عندهمش فرصة ان هم يعلموها. طب ليه ما تبقاش انت ومستني مثلا يفتح عيادة، او مستني ان هو يفتح صيدلية لو هو صيدلي، او مستني ان هو يفتح عيادة اسنان او عيادة بيطري. طب انت عندك مهارة اقوى من المهارة اللي انت هتستخدمها مع المرضى، اللي هي المهارة بتاعتك نفسك، ان انت تعلم المهارة بتاعتك للطلبة اللي اصغر منك. دي ما بنستغلهاش ليه؟ هي دي كانت فكرة المنصة. جميل قوي يا دكتور. احنا في الاول لما كنا بنستضيف دكاتره افاضل، يعني اللي هم دكاترتنا كلنا طبعا كان دايما الطلبه تقول والله يا جماعه الحالات جميله وكل حاجه، بس حسينا ان الفكر خلاص بقى بنفس عايزين نغير. الفكر. انا سمعت الكومنت ده. في كومنت عايزين نغير بقى يعني عايزين نغير، جاي لكم بالتغيير كله بقى وعايزين حد بقى بره المجال او عمل حاجه هي
مختلفة شوية عن الباثوي الطبيعي، علشان خلاص بقى حفظت النورمال، عاوز شوية الاب نورمال. والحاجة التانية ان انا دايما لما بشوف يعني في القعدة بعد النيابات بيبقى في نيابة او وزارة صحة يعني، فبشوف تخصصات قوية جدا والمجموع بتاعها قليل جدا، فبسأل هو ازاي مخ واعصاب مثلا في وزارة صحة مجموع قليل جدا؟ قال لي ما هو عارف ان هو لو راح مستشفى مش هيتعلم او مش هيلاقي حد متعلم. الحته بقى اللي انا عاوز اسالها لحضرتك، هل ده ممكن يكفر كل التخصصات الطبيه لدرجه تخليني خلاص بقى أنا مش عاوز نيابه جامعه، انا هشوف لي دكتور شاطر وهتعلم زي ما تقول كده برايفت كورس، ولا هو بيكون مستبدل لايه بالظبط؟ تمام. هو بص حضرتك، يعني مفيش بديل عن الكارير الطبي المعتمد والمعتمد، مش اللي هو يعني ان انا خدت فيلوشيب في مكان، او بالعكس ده في كليات كامله، كليات طب كمان الشهاده بتاعتها مش معترف بيها. فما ينفعش ابدا ان اي تريننج ان هو يبقى بديل عن الكارير الطبي المعتمد. تمام. لكن هي الفكره ان لما تيجي تعكسها بقى هتلاقي ان ساعات بنسبة تتعدى 70-80% ان الكارير الطبي المعتمد ما بيقدرش يحكم السكيلز ولا يظهر السكيلز كلها لكل الخريجين بتوعه. ليه؟ لان هو مش قادر يوفي. يعني شوف كم دكتور دخل مستشفى زي ما انت بتقول ودخل حضر نيابة، والنيابة دي ما كانش فيها اللي هو محتاجه وما كانش فيها قدر يحقق الطموح بتاعه. يعني لو انا خدت على نفسي مثلا، انا عندي منظار معده ومنظار قولون ومنظار ERCP، بس ما عنديش EUS، منظار اللي هو المنظار فيه سونار من فوق، فما عنديش المهاره دي. طب انا النهارده ليه ان انا هتخرج وهتخرج بماجستير ودكتوراه ومع ذلك ما عنديش المهاره دي؟ فالفكره في المنصه ان انت بتدور على السكيلز اللي انت ما شفتهاش او عايز تتعلمها وما قدرتش تتعلمها في الكارير الطبي المعتمد بتاعك. تمام. مش كل الناس في الكارير الطبي المعتمد بتاعها يقدر يخلص اللعبة زي ما بيقولوا. لازم في حاجات مش موجودة. بالعكس ساعات يبقى الآلات موجودة واللي بيعلم السكيل مش موجود. يعني انت واخد بالك؟ فهي دي الفكرة. احنا طبعا المنصة بتساند الكارير الطبي المعتمد انما لا تمحوه. يعني مش بيبقى فول بروجرام، يعني مش بيبقى بروجرام كامل بطلع منه. دي لسه بقى في المنصة ان احنا بنعمل الموضوع ده، لكن احنا بنحاول نستبلش فكرة جديدة، فكرة ان انا بشيل الحرج عن كل الدكاترة الخبراء او كل الدكاترة الترينيه، في ان انا اقدر ان انا دكتور مصطفى انا عايز اتعلم منك كذا، انت ممكن ترفض او ممكن توافق. بالعكس احنا عندنا في المنصة كمان ريكوست، ان انا اطلب ريكوست، والله يا جماعة انا عايز اتعلم منظار معدة، فبالتالي المنصة بدورها البرمجي بتبعت اللي عنده المنظار المعدة المهارة دي، تبعت الريكوست ده لكل الدكاترة اللي موجودين كخبراء. والله الدكتور محمد واحد اسمه محمد عايز يتعلم منظار معدة، فأنا كخبير هدخل أشوف محمد ده وأقول والله محمد ده فعلا ده جنبي، طب ما كويس، أنا مش يعني بدل جنبي أو في نفس اللوكيشن بتاعي أنا أقدر أعلمه. بالمناسبة المنصة بتخليني أبحث باللوكيشن، يعني أنا هكتب مثلا منظار معدة واكتب اللوكيشن بتاعي مثلا كايرو، فهيطلع لي الناس اللي حواليا. ممكن لو سبت كايرو دي مفتوحه هيطلع لي ناس من السعوديه، مش معقول ان انا هروح اتعلم في السعوديه، او مش معقول ان انا هروح اتعلم في اسيوط، فمحتاج لوكيشن بفلتر علشان اقدر اجيب الناس الاقرب ليا قوي في المنصه. ساعات ابقى محتاج في المنصه ان انا ابحث باللوكيشن علشان افلتر الجامعه بتاعتي. انت عارف طبعا اسئله الامتحانات، لو انا عايز منتور مثلا يعلمني مثلا او يشرح لي فارما او يشرح لي حاجات معينه او يلم لي المنهج مثلا قبل الامتحان، القصر العيني اسئلته مش زي ابدا جامعه المنصوره او مش زي جامعه اسكندريه، فكل الناس بيبقى لهم سبيسيفيك بورتفوليو عايزين هم ايه يحققوه مع الطالب بتاعهم.
فما ينفعش ان انا ابقى من جامعه طنطا واختار مثلا حد يبقى منتور ليا مثلا في جامعه القاهره، مش علشان ده احسن او ده اوحش، لا انا محتاج اللي يخدمني اكتر. فكره المنصه انا عايز اللي يخدمني اكتر. تمام. جميل قوي. لو احنا اتكلمنا على الحاجات اللي مش هاندز اون، تمام. في بدائل كتير قوي، زي مثلا كورس طوارئ، كورس اطفال، كورس، اي كورس يعني بيقدر يلم الموضوع بشكل اشمل. كويس. يعني لو اتكلمنا من ناحيه بيزنس، فالصراحه ككورس هو كورس واحد مسجل، ممكن اكتر من حد يشترك فيه. ممكن حضرتك تقول لي ايه الفروقات الفرق؟ الجوهريه ما بين ان انا اتعلم 1 تو 1 يعني، وما بين فكره الكورس، او ان الحاجه تكون شامله اكتر؟ صحيح. بص حضرتك، هي الفكره في الكورسات او الابليكيشنز اللي عندها كورسات سواء مسجله او عندهم الترينرز بتوعهم اللي هم الترينرز اللي موجودين، دي يختلف كليا وجزئيا عن المنصه بتاعتنا. بالعكس الابليكيشنز دي بيجيبوا لنا بيقولوا لنا احنا عايزين نعلن عندكم. تمام. يعني احنا عايزين نعلن عندكم ان احنا ككورس بنقدم الكورس الفلاني، واحنا ما عندناش مشكله من كده. بس انا كمنصه بقول للناس ادخل اعمل البروفايل بتاعك ودور على اللي يخدمك في السكيل المعينه. انا النهارده عايز اتعلم مثلا ايكو كارديوجرافي، فهدخل على الايكو كارديوجرافي وهلاقي اول ما بكتب فاكولتي في ميديسن كارديولوجي ايكو كارديوجرافي، فبيطلع لي كل الاكسبرت اللي عندهم المهاره دي. اقدر ان انا ادخل على اي بروفايل اقول له، هلاقي فوق البروفايل شات ناو سلام عليكم دكتور، انا محتاج اتعلم منك الايه ايكو كارديوجرافي. قبل ما بعمل النقطه دي لازم اتاكد الاول اللوكيشن بتاعه فين، عشان ما بقاش بكلم حد من بعيد عني. فبعد ما اكتب الايكو كارديوجرافي هكتب مثلا كايرو، هكتب اسكندريه الكسندريه لو انا في اسكندريه مثلا، هكتب السعوديه لو انا في السعوديه. بالمناسبه احنا انطلقنا الحمد لله في السعوديه. فهكتب المكان اللي قريب ليا، ساعتها هو هيتواصل معايا، وبعد كده نقدر ان احنا نتفق بقى بعقد الكتروني مكتوب فيه والله انا هعلمك. طبعا العقد الالكتروني اللي بيكتبه الدكتور الخبير، هعلمك كذا وكذا، والتعليم هيبقى هاندس اون او اكاديميك تريننج. الديسكريبشن بتاع التعليم والله احنا هناخد 1 2 3 4، وكل ايتم من دول هيبقى في اسبوع، وكل اسبوع هشوفك مرتين. والله الكوست هيبقى كذا للاول كورس، انا ايميلي كذا، المحفظه بتاعتي موجوده. اول ما هو بيعمل كونفيرم، الخبير الاكسبرت بيعمل كونفيرم، الترينيه اللي كلمه يقدر يشوف العقد اللي موجود. وانس ان الترينيه هيعمل كونفيرم هو كمان، هيتسحب الفلوس من محفظه الطالب او الترينيه، هتروح مباشره لمحفظه الخبير. بس انا كسكرو ايجنت، انا كوكيل ضمان، ما ينفعش ان الخبير يسحب الفلوس مره واحده من غير ما يبقى فيه اي تعليم. فبالتالي احنا بنحول الفلوس من المحفظه وانس ان هو عايز يعمل ويزدرول. في ناس بتخلي الفلوس عندها في المحفظه ما فيش مشكله، انما لو هو عايز يعمل ويزدرول فبيعمل الويزدرول عن طريق البروجريس بتاع التريننج بتاعه، او وانس ان هو خلص التريننج بتاعه فبيقدر ان هو يعمل ويزدرول، بتجي له الفلوس كامله بعد طبعا ما بناخد التقييم من الدكتور. جميل قوي. بالمناسبه كل بروفايل كاكسبرت او كاكسبرت وانت تو ليرن سكيل، الاثنين البروفايلات اللي هي الاكسبرت دي عندهم ريفيو جامد، يعني ريفيو سيستم احنا عاملينه في المنصه، ريفيو سيستم قوي جدا، بحيث ان انا اتعلمت من الدكتور مصطفى فانا ممكن احط 5 نجوم، بس غيري اتعلم من الدكتور مصطفى وما كانش السكيلز دي كانت قويه قوي، فهو شايف ان انا لا هحط 3 نجوم. فبالتالي بعد 50 سكيلز او 30 سكيلز تقدر ان انت تشوف خبره او بروفايل قوي جدا للدكتور مصطفى بريفيو سيستم مثلا 5 نجوم. لا ده كده ما حدش ما قالش فيه كلمه وحشه زي ما بيقولوا، يعني كده هو مقفل العداد زي ما بيقولوا يعني. وعاوزين برضو نوضح للناس ان الكلام ده كله مش لسه هيلانش او اي حاجه، الكلام ده كله موجود اوريدي، ولو انت خبير او اوريدي دكتور عندك اي مهاره بالظبط، سواء كبيره او سواء صغيره، يقدر يدخل يسجل في المجال الطبي كله. يعني انا دكتور اي تخصص، انا صيدلي اي تخصص، انا علوم اي تخصص، انا بيطري اي تخصص،
كل الحاجات دي انت تقدر ان انت تخش على على المنصه وتحط السكيلز بتاعتك. بالمناسبه كمجال طبي احنا ما عندناش المهاره دي، او ما عندناش شيفت كارير زي ما بيقولوا الحته دي. احنا مشكلتنا ان احنا شايفين ان احنا الانكم الرئيسي بتاعنا في الكارير اللي احنا تعودنا عليه، مع العلم ان انا ممكن يبقى عندي كارير تاني وانا شاطر فيه جدا، بس ما ملوش سوق، او انت ما انتش شايف السوق بتاعه. احنا بنحاول نوجد الماركت بليس ده بحيث ان احنا نامباور السكيلز دي من الخبراء للستودنت، والناس كلها تبقى مستفيده. وبرضو تمام؟ لو انت حد خريج او طالب او امتياز، تقدر لو انت مهتم بمجال معين تدور على الاكسبرت بتاعك او تحاول تتعلمه بشكل منتور بالظبط. انجلش. احنا اول ما بدأنا في مصر، لان احنا عارفين ان الماس الكبيرة كلها سواء طلبة او سواء اكسبرت هم مصر. وحبينا كمان ان مصر تبقى الرائدة في النقطة دي، وانها تبقى المصدر او المراية اللي هتبقى اي حد في الخليج كله ان هو يقدر انا عايز اتعلم. وما اكثر الناس اللي بتيجي تتعلم اسنان بالذات وجراحات تجميل والحاجات اللي زي دي. طب انا عايز اتعلم قبل ما انزل وقبل ما اروح وقبل ما اشوف الدنيا وقبل ما اروح ما الاقيش حد او الكلام ده، فعايز وجهة. فهو بيدخل يشوف السكيلز اللي هو عايزها، هيطلع له كله الاكسبرت اللي موجودين، يقدر ان هو يتواصل مع ده ومع ده وده، ويعرف سعر ده ويعرف سعر ده. فهي دي الفكرة يعني. جميل قوي. احنا لو شفنا كليه زي القصر العيني او جامعه زي القصر العيني، هنلاقي نص الدفعه او حوالي 40% من الدفعه هما ناس جايين من بره مصر عشان يتعلموا في القاهرة. تمام. في القاهره. في مش بنتكلم على قصر العيني بس، عين شمس كده، اسكندريه كده. ولو شفنا على اليوتيوب برضو اشهر الدكاتره اللي بيشرحوا عرب، وفي زي دكتور وهداني ربنا يديله صح يعني، ليه اوريدي شرح انجلش يعني. هنلاقي نوعا ما احنا الحمد لله رائدين في النقطه دي شويه. تمام. فهل في تطلع او شايف حضرتك نظره ان ممكن الاكسبرتس الموجودين في مصر تسافر لهم ناس من بره مصر تيجي تتعلم ويبقى تريننج بروجرام كامل زي ما احنا بنحاول نطلع نعمل كلينيكال اوبزرفيشن او الكتيفز او اي حاجه في امريكا؟ تمام. يعني عايز اقول لك ان دي كانت الفكره الرئيسيه للمنصه، واحنا عاملينها بتو ويز، يعني تو ويز مختلفين. انا عاملين في المنصه الاول ان احنا نبقى الاكسبرت في مصر هم وجهه زي ما بقول لك المرايه العلميه لباقي الوطن العربي، وقريبا ان شاء الله تعالى هننطلق بعد الوطن العربي كله، ننطلق في الهند ان شاء الله تعالى بمؤسساتها ونقدر نعمل شراكات معاهم. النقطة التانية ان انت اكسبرت الدور ستيب. يعني انا كمان لو انا في منطقة او في الجزائر مثلا او في المغرب، واحنا مجموعة، واللي يخليني اجيب المجموعة واجي اتعلم من الدكتور مصطفى، طيب انت يا منصة تقدري تخلينا تجيب لنا الدكتور مصطفى لحد عندنا، بدل ما احنا كلنا نروح. احنا عندنا الماتيريالز وعندنا كل حاجه. الكلام ده سواء هاندس اون، سواء اكاديميك تريننج، سواء محاضرات معينه، سواء حاجه نظريه، حاجه عمليه، كل الحاجات دي احنا عاملينها بتو ويز. يعني الدكتور اولا بيظهر على الهوم بيج لكل العالم، تمام، لكل منطقه احنا قدرنا نوصل لها. الحاجة التانية مش بس كده، يا عم انت كمان راسلونا، لو انتوا مجموعة راسلونا نوفر لكم الدكتور اللي هيقدر يديكم المهارة دي في المكان اللي انتوا عايزينه. احنا نقدر نسفره ونقدر نعمل له العقد بتاعه ونقدر نوصلكم ببعض من غير ما انتوا تتعبوا وتيجوا. تمام. شايف حضرتك ايه الاجزاء اللي موجوده في التعليم الطبي في الوطن العربي، بمعنى حضرتك ممكن كنت طلعت شويه من خلال المنصه يعني على بعض الجابز اللي موجوده، شايف حضرتك ايه الحاجات اللي محتاجه تتغير كتعليم طبي يعني احنا مش هنغير العالم بس طبعا. نقول الحاجات لا هنغير العالم، ليه المشكله يعني؟ اقصد يعني ان في حاجات هي مش كنترولابل وفي حاجات كنترولابل، في حاجه بايدي اقدر اعملها. شايف حضرتك ايه الجابس او ايه المشاكل اللي بيواجهها التعليم الطبي في الوطن العربي، يعني بما ان حضرتك طلعت على جابس من الجابس دي يعني من خلال المنصه او من خلال اي شغل تاني؟ تمام. طيب شوف، هو احنا كوطن عربي طبعا للاسف يعني ودي حاجه معروفه للجميع ان احنا بينقصنا يعني بينقصنا الماتيريالز، وبينقصنا التسهيلات اللي موجوده عند الغرب. لذلك احنا الجاب موجوده ان احنا ما عندناش الفاسيلتيز اللي موجوده عند الغرب.
ممكن يبقى الفاسيلتيز اكتر بكتير عند الناس الطلبه او الترينيز في الغرب، بس احنا ما عندناش الفاسيلتيز دي. فبالتالي لازم الترينيه ان هو يقدر يبحث وان هو يقدر يدور، وزي ما قلت لك ما يبقاش عنده حساسيه زياده ان هو يروح للدكتور ويعلمه ويتعلم منه. فهو الجاب في النقطه دي، الجاب في الامباورنج سكيلز، الجاب في ان اللي متعلم حاجه مش قادر يوصل بيها للطلبه، خصوصا في الهاندز اون. الحمد لله السوشيال ميديا بدات الحين وبدات انها تظبط الامور شويه او توصل وجهات النظر شويه. لكن قبل كده ما كانش في سوشيال ميديا، كان عنده العلم ما كانش بيوصل، وانا كنت بتحرج اطلبه. هي دي كانت الفكره يعني عموما. فانا شايف ان الجاب الرئيسي في امباورنج السكيلز ان انا اقدر اسلم المهارات بتاعتي لغيري. في ناس كتير بتعمل كده، بتعملها بدون مقابل، وفي ناس تانية مش عارفة تعمل كده، وفي ناس تانية ما عندهاش المهارة انها تعمل كده. تمام. طيب اللي بيعمل كده ده مشكور وربنا هيجازيه خير، لان انت عارف زكاة العلم نشره. طب اللي مش عارف يعمل كده، هي فكرة المنصة بقى، تعالى هنقول لك نعمل ايه، تعمل كورس. تخيل ان في ناس اساتذة كبيرة جدا عندهم علم رهيب جدا، ما عندهمش ولا كورس واحد ولا ملزمة PDF مثلا ولا حاجة. مش بتكلم، هم اكيد عندهم بس ما عرضوهاش للبيع او ما نشروهاش للناس، مع العلم ان انا واثق جدا ان الحاجات دي ممكن جدا ان هم لما ينشروها هبقى من الناس اللي اجري جري علشان ان انا اخد الملزمة دي او اخد الكورس ده او اخد الكتاب ده. تمام. فهو انا شايف ان النقطة الوحيدة او الجاب الوحيدة ان نقطة التعليم او تسليم التعليم والخبرة للي اصغر يعني. كنت بفكر في التخصصات الواحد ممكن يتخصصها يعني، فكان من ضمن الحاجات دي كارديو ثوراسيك سيرجري. فحد قال لا لا لا، ده في مافيا في الجزء ده. يعني مافيا يقصد بيها ايه؟ يقصد ان في دكاترة معينين محتكرين المجال وما عندهمش اي استعداد ان هم يعلموا حد او يخلوا حد يبقى شاطر زيهم في المجال ده عشان يفضلوا هم الأقلية اللي قادرين يعملوا الحاجة دي. وللأسف مش في التخصص ده بس، يعني أنا سمعت الموضوع ده في أكتر من تخصص كمان. يعني دخلنا في السياسة كده. أنا ما أقصدش خالص نقطة سياسية، بس أنا بتكلم في ناحية إن مش ممكن الدكتور يفكر أنا هعلمك ليه؟ مش ممكن تبقى أحسن مني؟ وأنا آسف يعني تشاركني شوية من رزقي او من الانكم اللي يدخل، خصوصا لو انا شاطر جدا في النقطه دي. ما انا عشان هتعلم حاجه زي كده هتعلم حاجه مميزه او كريتيكال يعني. تمام. شوف انت لن تعدم الخير في اي تخصص. تمام. الحاجه التانية لن تعدم برضو اللي انت بتقول عليه في اي تخصص. تمام. والحمد لله ان يعني نسبته مش كبيره، النسبه الاكبر ان الناس عايزه تعلم، بس فعلا مفيش الوسيله او مفيش حلقه الوصل اللي انا عايز اعلم والله، بس انا ما عنديش الوسيله. يعني محدش قال لي تعلمني وانا ما علمتوش. النقطه اللي انت بتقول عليها دي كانت سبب ان احنا نخلي الناس كلها تنفتح على بعضها. انا النهارده لو في التخصص بتاعي مش لاقي اي حد في التخصص بتاعي بيعلمني، الحمد لله بدل الجامعه 10 جامعات و15 جامعه وجامعات اهليه هلاقي فيهم الناس الكتيره اللي تقدر تعلمني. والحمد لله ان الاقتصاد برضو مخلي الناس دي عايزه تزود دخلها. ما مش كل الناس عندها علم وعندها انكم وعندها عياده. انت عارف يا دكتور مصطفى، انت دلوقتي في فتره او في وقت فعلا بكل صراحه انا محتاج انكم. تمام. طب الانكم ده محتاجه يجيني، اهم حاجه يكون من حلال، زي ما اساتذتنا كلها اللي جم قعدوا مكاني هنا قالوا نفس الكلمه دي. اول حاجه رقم واحد الحلال. حلال ده يا اما من المريض يا اما من الطبيب او من الطالب اللي عايز يتعلم. في كلتا الحالات انا مش هقول للدخل بتاعي الحلال لا. فالحمد لله الرد على سؤالك ده ان كانت دي فكرة المنصة، ان انت تنفتح على الناس كلها. ده مش كويس، شوف غيره شوف غيره شوف غيره. هتلاقي ناس كتير موجودة على المنصة. اصلا اللي هيدخل على المنصة كاكسبرت هو اصلا عايز يعلم. يعني يعني ثق تماما اي حد داخل يعمل بروفايل ويقول انا السكيلز بتاعتي
وليكن مثلا بعلم عمليه جراحيه مثلا ليفر ترانسبلانت، هو اكيد داخل مش عشان الايجو، هو داخل عشان فعلا عايز يعلم، سواء بقى هو هيعلمها بقسط او من غير قسط، ده مش قصتنا دلوقتي. لكن انا قصتي ان هو اي حد دخل على المنصه هتلاقيه عايز يعلم، وانا بقول يا جماعه هو اللي عايز يراسلني ويبعت لي ريكوست وانا هكلمه وانا هرد عليه. فمش عايزين نحط عيوننا على الامثله الوحشه اللي مش كويسه، اللي اكيد موجوده طبعا، اللي هي نسبه صغيره. والحمد لله المنصه بقت موجوده، واحنا الحمد لله عندنا كل التخصصات دلوقتي في كليه الطب، عندنا كل التخصصات تقريبا في كليه اسنان. احنا بنحاول نرسي فكره جديده، الفكره ان بدل اللي عايز يعلم كتير قوي دكاتره كلهم عايزين يعلموا، وانت ما تبقاش تبص للناس اللي مش احسن حاجه، خليك في الناس دول. جميل قوي. في فتره كده كنت حابب اخد منتورشيب من حد اكسبرت في البيزنس يعني، فكنا مشكله بنواجهها. انت اول دكتور يطلع بره ليه رايح فين؟ خليك في الطب. دعوتك كده. لا انا بتكلم يعني بدي ريفلكت ان احنا كدكاتره فعلا ما بنطلعش، ولو طلعنا بنخاف يعني. هنتطرق للنقطه دي عشان نقطه مهمه جدا بشكل عام. فالمهم ان انا حاولت ان انا اتكلم مع الاكسبرت ده يعني، وقلت له عاوز احجز معاك ميتنج او مش اقعد معاك يعني او كده. فبعت لي لينك وكده، فدخلت لقيت الوقت اللي هو متاح لي وكده. المهم بعد ما حجزت كل حاجه جاب لي في الاخر بقى البيت هتدفع. فانا قلت ادفع ايه؟ انا عاوز اكلمك يعني. قال لي لو انت مشكلتك في كذا فالساعه تبقى ب 4000 جنيه، لو انت مشكلتك في كذا فالساعه تبقى ب 6000 جنيه. انا متاكد ان هو هيفيدني جدا، متاكد ان القرار ده ممكن ياثر على قرار هيرفلكت حاجه كبيره جدا. بس كان عندنا مشكله في حاجات احنا عارفين ان الحاجات دي بندفع فيها فلوس والحاجات دي بفلوس وكده، في حاجات تانية احنا ممكن نقول كشعب مصري مش متقبلين فكرة ان انا اخد العلم بفلوس. عارف ليه؟ لانك بتديه من غير فلوس، انت اتعودت خدته من اساتذتك من غير فلوس، فعايز تديه كمان من غير فلوس، وده الاحسن. لكن ما تعبش ابدا على المنتور اللي بيوهب لك وقته وبيعلمك حاجة انت فعلا في احتياج ليها بفلوس. صح. انا لما جينا نعمل المنصه بروجرامينج في البتاع، فكلمنا ناس في البرمجه، كان فعلا ان انا عشان اخش اقعد معاه ادخل ساعه بمئات الدولارات، لازم تدفع الاول. ما هو انت يعني انت خدت من وقتي ساعه خلاص. ده اللي مش قادر يفهمه الدكاتره او مش قادر يتقبله الدكتور، ان هو يعلم ويتقاضى اجر على النقطه دي. او انا الصراحه مش خايف من الدكتور، انا خايف من الطالب يعني، مش الطالب اللي عاوز يتعلم. ازاي هنغير المايند سيت دي؟ يعني انت حضرتك بتقول والله شوف، هي دي كانت فكره المنصه، ان احنا فعلا بدل انا محتاج غالبا هدفع. طب ما انا كنت محتاج المنصه فدفعت في المنصه. انا كنت محتاج ان انا اروح اتعلم في القصر العيني بالمناسبه دوره معينه، فرحت ودفعت الفلوس. اللي عايز فعلا دي النيد. انت عارف طالما في نيد او في احتياج هتلاقينا بنجري جري ان احنا نحل المشكله دي. تمام. هي دي كانت فكره المنصه، في نيد، في احتياج للناس ان عايزه تتعلم. وما فيش المنتورز، لا في منتورز. ده انت في مصر مش ما تقولش ما فيش منتورز، ما تقولش ما فيش خبير و10 خبير لكل قطعه صغيره في المهارات الطبيه، في كتير، بس هم للاسف ما فيش حلقه الوصل ما بينهم. المنصه كانت حلقه الوصل، انها تظهر ده وتخلي التريني يدخل يشيل الحرج عنه، السلام عليكم عايز اتعلم ده، او ابعت ريكوست يروح لكل الدكاتره الخبراء في نفس المجال. وبعد كده اقدر ان احنا عايزين في المنصه نوصل لمرحله ان انا مش هقعد على فيسبوك ولا هقعد على انستجرام. انا كدكتور هروح اقعد على ميد اب سكيلز، هشوف البحث بتاع الدكتور اللي رافعه، هشوف فكره ايديا هو الدكتور مصطفى رافعها، والله انا عندي فكره كذا، هشوف ان انا ادخل على الريسيرش كولابوريت. احنا عندنا قسم كامل ريسيرش كولابوريت، يعني انا كمحمد عندي ريسيرش وشغال على 20 حاله سامبلينج كلينيكال، فانا النهارده محتاج اخليهم 50، بس انا ما عنديش الحالات دي.
فممكن اطلب ان انا يا جماعه في بروجكت كذا ومسجله، وعايز حد يساعدني بسامبلز، عايز حد يساعدني بستاتكس، عايز باناليسز، بداتا معينه. ان انا طب المقابل والله شوف حضرتك عايز ايه، مقابل فلوس انا مفيش مشكله احول لك من محفظتي اللي انا بعمل لها ديبوزيت، بحط في المحفظه فلوس وممكن احولها من محفظتي لمحفظتك بكل بساطه ترانسفير. او ان انا اخليك معايا وانشر معايا وانشر باسمك معايا كو انفستيجيتور. يعني عايزين نوصل لمرحله خلاص ان انا بدل ما انا قاعد الف في السوشيال ميديا، والله انت ممكن تخش هتلاقي الدكاتره كلهم، هتلاقي الريسيرش، هتلاقي اللايبراري، هتلاقي الكورسز، هتلاقي كومنتس والناس عماله تكتب لبعضها في ايدياز، افكار بحثيه، تقدر ان انت تخش كمان تقول رايك، الناس ترد عليك. هي دي يعني كانت فكره المنصه يعني. جميل قوي. لما احنا بندخل كليه طب ما بيبقاش عندنا خلفيه قويه في البيزنس، ومشكله الطب بيبقى مفيش وقت حتى انك تتعلم اي حاجه تاني، ومفيش حاجه تاكسبوجر بيها انك تقدر تتعلم بيزنس بشكل كويس. فبالتالي انت تطلع خلاص بقى انا دكتور، بيبقى نوعا ما في صعوبه شويه انك تقدر تمرج البيزنس مع الطب. على فكره كلمه ده دكتور دي يعني المفروض انها بره، يعني احنا كدكاتره بنخاف نقول للناس اللي بره احنا دكاتره، هم عارفين ان الدكتور ده يا عيني قاعد في مكتبه وبيشوف حالاته وراجل محترم كده وغلبان وهينضحك عليه في الاخر يعني. بالظبط. يعني عايزين نعرف بقى الاكسبيرينس من الناحيه دي، ان ايه الصعوبات او ايه التحديات اللي حضرتك واجهتها في الاول، خصوصا ان ترانزيشن اوريدي. يعني ليه ابدا في حاجه انا ما عنديش خبره فيها، مش خبره كدكتور، اقصد خبره مع البيزنس ده محتاج ماركتنج، محتاج سيلز، محتاج محتاج اوبريشن، محتاج حاجات كتيره. عاوز حضرتك تحكي لي التجربه يعني، ومن ناحيه التحديات او الصعوبات اللي واجهتها. والله هي كانت الفكره الاولانيه، انا فعلا لا اخفيك سرا ان الشركه او المنصه دي محتاجه اسبكتس كتيره، ومحتاجه اوبريشنز، بزنس ديفلوبمنت، وداتا اناليسيز، وبروجرامينج، وماركتنج طبعا، وبايرنج طبعا فلوس. لكن هي الفكره ان النيد يا دكتور مصطفى موجوده، النيد الاحتياج للفكره موجود جدا. لا سيما ان احنا ملناش بنش مارك على مستوى العالم، ملناش اي بنش مارك في ان انا اعمل كده. في بنش مارك لنا في حاجات زي ما قلت لك البرمجه، زي الفريلانسرز وكده، انما كبنش مارك ان انا ادخل اكلم الدكاتره واقول لهم عايز اتعلم منكم ده وهو يبقى عنده الاستعداد. فكانت النيد اقوى بكتير من ان احنا نفكر في اي حاجه تانية. لكن لا اخفيك سرا احنا عندنا كل الاسبكت، كل الاوبريشنز اللي موجوده دي على قدم وساق، ان احنا بنحاول ان احنا نجمع ونرتب كل حاجه بحيث ان احنا برضو فعلا هدفنا عالمي. يعني احنا طالما ملناش بنش مارك، فغالبا انا رايح ناحيه ان انا اتوسع يعني في مصر، واحط الكونسبت بتاع الفكره في السعوديه الحين، وبعد كده الوطن العربي، وبعد كده في الهند، وبعد كده في اوروبا. يعني احنا هدفنا عالمي، فلازم يبقى كل حاجة فعلا، حتى لو انا مش مقتنع كمحمد، لكن اعضاء الفريق كلهم مقتنعين ان لازم يبقى فيه بيزنس ديفلوبينج، لازم يبقى فيه كذا، لازم يبقى فيه كذا. فبالتالي لازم تسمع لرأي الفريق كامل يعني. هل في خطة لتقديم شهادة معتمدة او برنامج تدريبي واضح معترف بيه ان شاء الله عالميا؟ تمام. هي برضو فكرة المنصة احنا كوسيط، فانا النهارده مش هطلع كشهاده ويبقى ميد اب سكيلز هي اللي مسؤوله عنها. قد يكون ذلك في المستقبل لاسباب مثلا هي اللي تطرح نفسها، لكن انا ما عنديش اي مشكله ان انا ابقى وسيط برضو، زي ما انا وسيط ما بين الاكسبرت والتريني، ابقى وسيط للمنظمات العالميه الكبيره، ان انا اروح اقول لهم باسمي والله انا عايزكم انتوا تيجوا من خلالي، او الطلبه اللي موجوده وعايزه منكم الخدمه الفلانيه، انا ممكن ان انا ابقى وسيط ما بينكم انتوا الاثنين. وبالتالي برضو يبقى انا موجود في خدمت هنا وخدمت هنا. فما زلنا بنحب ان احنا نبقى في مرحله البروكر او الوسيط. انما انا يعني اول ما بدانا المنصه فعلا سعر الكورس عندكم، هل ان انا ممكن تعلموني كذا، ممكن تعلموني لارنجوسكوبي، انا فاكر السؤال يعني. فقلت لهم يا جماعه احنا كمنصه وسيطه ما بنعلمش حد،
احنا في الاخر بنظهر الدكتور اللي عنده المهاره، وبنقول لك ان ده الدكتور ده عنده المهاره، واحنا عملنا له فيريفيكيشن وعملنا له ريفيو كويس جدا، وعارفين السي في بتاعته كويسه، وغيره 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 كدكاتره موجودين، وانت من حقك ان انت تكلمهم وتشوف الانسب لك في العلم والخبره. فاحنا ما زلنا في مرحله الوساطه اللي احنا محتاجين ان احنا نقويها، اللي مش موجوده فعلا. مرحله الوساطه دي فعلا للاسف مش موجوده ما بين الكبير والصغير يعني. جميل قوي. لو انا عاوز افتح بيزنس ان شاء الله بعد الكليه وانا دلوقتي في الكليه، ممكن حضرتك تقول لي ايه المهارات اللي حضرتك شفت ان عشان تفتح بيزنس محتاجه ان هي تكون موجوده، او الحاجات اللي انا محتاجه اتعلمها وانا في الكليه؟ اول حاجه، يعني سؤال جميل جدا. اول حاجه، ايه المهارات اللي انا محتاج اتعلمها؟ فعلا مفيش بيزنس من غير علام. يعني فعلا اي حد عايز يتعلم بيزنس لو سمحت روح. يعني ينفع انا اخش اعمل عمليه وانا اصلا ما دخلتش اوضه عمليات قبل كده؟ يعني بالله عليك يا دكتور مصطفى، ينفع؟ لا. ليه احنا ما بنعملش كده في البيزنس بتاعنا؟ ارجوكم اي حد عايز يفتح بيزنس يأجل الموضوع ده 6 شهور سنة، يتعلم فيها كل الحاجات او كل الاوبريشنز الخاصة بالبيزنس ده، من ميديا. ودايما مش بتكلم على اوبريشن ان انا اتعلم حاجه بسيطه، لا، انا عايزه يتعلم فيرتيكال في كل سكيلز او في كل اوبريشن من الاوبريشنز اللي تخدم البيزنس بتاعه. تمام. فلازم الناس تتعلم الاوبريشنز والاسبكت بتاعت البيزنس بتاعها كلها. طبعا بتختلف بقى، البيزنس بيختلف من كذا لكذا، بس انا انصح طبعا ان الناس كلها تتجه ناحيه الاي اي وناحيه البرمجه يعني والبروجرامينج. لو حضرتك حابب تنصح حد حابب يبدأ مشروع، مش نتكلم منصة زي دي بس، يعني بيزنس صغير على قده، ممكن تقول له كستبس بسيطة، يعني لو انا لسه ببدأ حاجة زي كده ممكن اعمل ايه؟ ما انا قلت يعني زي ما قلت لك ان احنا ممكن نقول ان لازم يشوف الاسبكتس بتاع كل البيزنس بتاعه، ويقدر ان هو يتعلم في كل حاجه وما يتعلمش حاجه سطحيه، يتعلم فيرتيكال. يعني يتعلم، يعني الموضوع واخد بزنس ديفلوبمنت يقرا بزنس ديفلوبمنت، الموضوع عايز داتا اناليسيز يقرا داتا اناليسيز. مش لازم يبقى خبير في كل حاجه، لكن على الاقل يقدر ان هو يبقى مواكب للموضوع، علشان يقدر بعد كده يختار اعضاء الفريق بتاعه، ويقدر بعد كده يفرز الناس اللي جايين يشتغلوا معاه، لا يظلمهم ولا هم يظلموه. هي دي الفكرة يعني. جميل قوي. شايف حضرتك فكرة زي المنصة دي لو اتطبقت في الجامعات، من ناحية ان مثلا احنا في 5 ورابعة وتالتة في الجامعات بيبقوا طالبين حاجة زي انسيشن اكاديمية، او بيبقوا طالبين شهادات كده، بقى كل الناس داخلة تحلها بتنقل الاجابات، ما بيبقاش في اي تعليم، والهدف منها انه بيكون فكرة تعليمية. تمام. شايف لو فكرة زي كده ان كل طالب ما يعديش السمستر ده وما يعديش السنة بتاعته غير لما هو يكون ادى عدد ساعات معينه مع استاذ او دكتور في الجامعه، دي هتكون تاثيرها انا إزاي؟ مش شايفه. انا يعني بالفعل الناس في كل دول العالم بتشتغل كبارت تايم في الابحاث، وبتشتغل كبارت تايم مع استاذها، والحاجات دي كلها موجوده. بس هي موجوده واستابليشد في الكارير بتاعهم، وبتبقى كويسه في السي في بتاعهم. لكن احنا للاسف احنا عندنا الكارير موجود، انت هتعمل كذا وهتاخد كذا وهتمتحن كذا. فاحنا حاطين الموضوع ده بحيث ان احنا يا دكتور مصطفى زي ما بقول لك احنا بنحاول ننشئ فكره جديده، فكره ان انا محتاج ان انا اتعلم مهاره، فمش محتاج ان انا استنى الكليه بتاعتي، او مستني المستشفى بتاعتي تعلمها لي، او مستني النقابه تعمل الدوره الفلانيه. انت دور بنفسك وادخل وشوف الوضع عامل ازاي. زي ما بقول لك المنصه فيها كل الاسبكتس اللي موجوده. احنا بعد كده عندنا سياحه علاجيه، بعد كده عندنا اونلاين كونسلتيشن لكل الاكسبرت اللي موجودين، سواء دكتور او صيدلي او اسنان او يعني على قد ما نقدر ان انت بتحاول ان انت تكفي او تغطي كل المجالات الطبيه في المجال. بعد كده عندنا كورسات، اي اكسبرت يقدر يرفع الكورس بتاعه، اي اكسبرت يقدر يرفع الكتاب بتاعه، بس دي تبقى كتب اونلاين. مش دي كانت فكرة المنصة بتاعتنا. فكرتنا ان انت تقابل الدكتور، تتكلم معاه، تقول له سلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام، انا معاك، عايز ايه؟
تخيل انت لو بتتعلم عمليه على اليوتيوب وهو عمال يقول ونعمل كذا ونعمل كذا، فجالك سؤال يعني طب انا عايز اعمل كذا، ما هو مش هيرد عليك، ما هو مش هينفع يرد عليه، دي حاجات مسجله. الفكره الرئيسيه ان انا ابقى لايف مع الدكتور، ان انا اخش اكلمه ويرد عليا، لان هو مستعد يرد عليا. فالمنصه فيها اسبكتس كتيره. بعد كده عندنا سياحه علاجيه، عندنا اونلاين كونسلتيشن، عندنا بعد كده سوق ماركت بليس. زي انا النهارده خلاص يعني ما عدتش عايز المايك ده، فهبيعه عندي في الماركت بليس بتاعي. ما عدتش عايز سماعه معينه، غيرت الكارير مثلا، زي ما حاسس ان انت عايز تغير الكارير كده فانت غيرت الكارير مثلا وعايز تبيع مثلا حاجه، او بتعمل ابجريدنج للعياده بتاعتك وبعت السكالز العظم بتاعك. بتبيع الحاجات دي، الطلبه اللي عندهم عظم معين عايزين يبيعوه مثلا. فالحاجات دي كلها هتبقى موجوده في المنصه يعني. جميل قوي. لو احنا اتكلمنا شويه من منظور السياحه العلاجيه، اه انا مش عارف احنا ليه مش مشهورين زي تركيا في النقطه دي. كان في واحد صاحبي من يومين كان بيعرض عليا فكره لها علاقه بالسياحه العلاجيه، فقال لي يعني في دكاتره هنا في مصر فعلا ممكن يعني يصنفوا عالميا. صحيح. يعني نفس المنظور اللي حضرتك بتتكلم منه، ليه ما فيش علاج سياحه علاجيه يعني نقدر نقول قويه في مصر زي دول تانية؟ طيب هديك مثال هو بعيد شويه عن البودكاست شويه، او بس انا عايز اوصل ليكوا المستمعين بتوعنا وحبايبنا الفكره كلها. انت روح اوروبا، روح سويسرا، هتلاقيهم طايرين جدا بالزبده، بشويه زبده والبقر اللي بيربوه والكلام ده. وهي دي يعني التمشيه اللي انت بتدفع فيها فلوس، بتطلع تشوف البقر عزكم الله اللي موجود، وبتشوف الحليب بتاعه وتشرب شويه حليب وشويه زبده وبتاع. الماركت يا دكتور مصطفى، او التسويق عموما، الماركتنج يا دكتور مصطفى هو اللي بيفرق. انا بقدر اسوق لمنتجي. انت عندك سياحه، وعندك يعني عندك ثلث اثار العالم زي ما بيقولوا، بس مش عارف مش يعني ما فيش الماركتنج اللي يقدر يجذبنا. مش زي مثلا بلاد تانية ما فيهاش نص مقوماتنا او ربع مقوماتنا تمام. فالماركتنج هو اللي بيفرق، وما تقلقش، لان فعلا احنا الماركتنج برضو بدون اصول واسس ما بيدومش كتير. لكن تعال اتفرج على اي حد بينزل مصر علشان يتعلم او علشان يتعالج، صدقني فرق كبير جدا. والموضوع علشان بس انت مش شايفه من الماركتينج، او مفيش ماركتينج واصل لك كويس، او مفيش ماركتينج معمول قوي. لكن ما شاء الله انا شايف ان الناس بدأت تعمل بيرسونال براندنج لنفسها كدكاترة، ومبسوط جدا ان الدكتور يبقى فعلا يستحق ان هو يعمل بيرسونال براندنج وبيعمل بيرسونال براندنج. انما يبقى دكتور عنده كارير وعنده كميات كبيره جدا وما بيعملش بيرسونال براندنج، ده لا ما هو ده اللي بيزعلنا يعني. رد سؤالك ان الماركتنج مهم، ولازم كل دكتور يتعمل له ويعمل لنفسه بيرسونال براندنج محترم عشان نقدر نظهر للعالم كله بصوره كويسه، لان احنا عندنا المقومات دي فعلا. حابب اخد من حضرتك وجهة نظر حضرتك، بما ان حضرتك اشتغلت في اكتر من مكان بره مصر، ايه الاختلافات الرئيسية اللي حضرتك شايفها في المجتمع الطبي المصري او السيستم الطبي في مصر والسيستم الطبي اللي بره مصر، كعيوب ومميزات؟ ان شاء الله نلاقي مميزات. لا اكيد طبعا كلها مميزات. انا بضحك ليه؟ لانك هتلاقي السيستم اللي هناك في اي مكان كله مصريين، يعني معظمه مصريين. انت هتلاقي في اي حته رحتها هتلاقي السيستم فيه مصريين موجودين، يعني لن تعدم انك تلاقي مصريين موجودين، بيبقوا فعلا مثال للخبره وللنجاح في اي مكان، زي ما عندنا هم مثال للخبره والنجاح في كل مكان. بس للاسف الشديد هو في سيستم، انت قلت السيستم، هو ده السيستم اللي بيفرق شويه. هنا ما فيش السيستم قوي، في كميات من الخبره الهائله وكميات من النجاح اللي للاسف بيبقى فردي شويه. انما بره على اي مكان غالبا السيستم هو اللي بيحكم العلاقه، او بيحكم العمليه التعليميه او العمليه العلاجيه. فتيجي تبص تلاقي ان كلهم مصريين، نفس المصريين اللي عندنا هماهم، ونفس الخبرات ونفس التعليم ونفس كل حاجه. بس للاسف السيستم هو اللي بيحدد، وهو اللي بيقوي، وهو اللي بيخليك تواصل فيما بعد.
تمام، ما بيبقاش نجاح فردي. تمام، لان النجاح الفردي فردي، يعني شخصيه معينه، انما كمؤسسه مش موجوده. هي دي الفرق ما بين هنا وما بين هنا يعني. يعني نقدر نقول يا دكتور ان لو انت دكتور قدرت يعني باذن الله تكون دكتور شاطر قوي في مصر وقدرت تعمل بيرسونال براندنج لنفسك، فمصر اختيار مناسب ليك. ولو انت مش عاوز اقول مش شاطر، بس لو انت من الاخر كده يعني انت هتبقى يعني نقدر نقول الدكتور بره هو ترس في سيستم، يعني هو عبارة عن بيعمل الحاجات بس السيستم ماشي بيها. اما هنا معتمد اكتر على البيرسونال براندنج وعلى السيلف ليرنينج وكده. الدكتور هنا للأسف الشديد كل المقاومات ضده إلى حد ما، يعني كل المقاومات ضده. أول مقاوم لها إن أنت زي ما اتفقنا إن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نتعلم كل حاجة وندفع فلوس كل حاجة، ولما نيجي نعلم كمان ما ندفعش فلوس، ونعالج المرضى ببلاش، ويعني وان الناس تتصل عليك الساعة 7 بالليل و10 بالليل، ما ينفعش موبايلك يبقى مقفول يا أخي. يعني الحاجات دي كلها مطلوبة منك، وده مش الصح، يعني مش ده السيستم اللي بره. تمام، فهي دي النقطة اللي ان اي دكتور فعلا هنا بيقدر يوفق بين الحاجات دي كلها. فعلا كل الدكاترة ومعظم الدكاترة بتقدر توفق بين الحاجات دي كلها، بس للأسف بتبقى على صحتها، على حساب صحتها وعلى حساب بيتها وعلى حساب حاجات كتير. لكن أنا شايف إن فعلا مصر بلد الدكاترة ولا مش بقى احنا هندخل انت كده بتخلينا نروح ناحيتنا. لا، مصر بلد الدكاتره، واي حد عايز ينجح في مصر. بالمناسبه يعني انا ليا ناس كتير جدا اصحابي ما نجحوش الا في مصر، بالعكس هو لما سافر حس ان هو مش دكتور، يعني حس ان هو ما بيعملش حاجه. هو النجاح في مصر فيها كل الخير، فيها كل المقومات، وفيها كل المعوقات برضه. ربنا يديم علينا. الله يحفظك. استخدام الاي اي في الميديكال اديوكيشن، تمام. شايف حضرتك ايه استخداماته او والله ايه دور يعني برضو دي كانت نقطة معينة من في المنصة وفي اسبكتس في المنصة، ان احنا حتى ال اي تخصص احنا حاطين كل السكيلز فيها. في سكيلز اسمه اي اي. طب ده ما فيهوش اي اي؟ ما فيهوش النهارده اي اي، بس بكره في اي اي، بعده في اي اي. يعني الاي اي داخل وبقوة. وانا لسه بقول للناس في الفريق، احنا لو ما قدرناش ان احنا نستغل الاي اي او نخلي الاي اي يبقى صديقنا في نقط كتير في المنصة، غالبا الناس كلها يعني او احنا هنندثر مع الوقت. لان لازم اي حد يقدر، احنا كلنا بنستخدم اي اي دلوقتي في حياتنا، فلازم الاي اي يبقى نديله اكتر من كده في حياتنا كلها. نتعلم اي اي، نتعلم الحاجات اللي تخلينا نقدر نتعامل مع الاي اي، نفهم يعني ايه اي، ازاي ان انا اصنفه او ان انا ادخله يساعدني في حياتي. الاي اي موجود وانا بستخدمه في شات جي بي تي ومانوس والكلام ده، بس ازاي خليته يفيدني؟ ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل موائمه معاه مع الساعه بتاعتي، او اقدر اعمل موائمه معاه وان انا اعمل برنامج بيه يخليني بدل ما كل شويه افتح مع مانوس او هو ان انا اقول له مثلا في كذا، يقول لي طب تحب اديك كذا، تحب اعمل لك كذا. لا، ما عادش تقول لي تعمل لي، انا عايز تفهم دماغي، يعني ازاي ان انا اعمل ده. ما هي دي كلها موداليتيز لازم الواحد يتعلمها علشان يقدر يتعامل مع الاي اي. في ابجريدز جايه ان شاء الله في المنصه يبقى فيها استخدام الاي اي في الميديكال اديوكيشن؟ غالبا المنصه مش هيبقى فيها اي تعامل يدوي او بشري في المنصه تماما. يعني كل حاجه حتى الى الحين، يعني احنا الحين بنستخدم حاجات بالاي اي. لك ان تتخيل ان ان انا لما انت بتعمل لوجن بيجي لك الرساله دي اي اي. تمام، لكن احنا بعد كده مش عايزين اي حاجه تبقى موجوده بالعامل البشري، مش لقله خبرتهم، بالعكس، لا، بس لازم تبقى مواكب لكل حاجه. في نهايه الحلقه حابب حضرتك توجه رساله او نصيحه للناس اللي في الكليه في اول سنين، يتعلموا ايه، يعملوا ايه، ما يعملوش ايه، يهربوا يعني. لا طبعا يتعلموا المهارات بتاعتهم. طبعا كل انسان ميسر لما خلق له. الحاجه التانية، ما تحاولش قدر المستطاع انك تظلم فترتك
وتعيش فتره مش بتاعتك وتتعلم حاجه انت ممكن ما تبقاش انت محتاجها. بالذات الدكاتره، انا بقول لك ان الدكاتره عندهم طموح رهيب، وده للاسف بيكسبهم صعوبه في الحياه. عيش فترتك، الكليه كليه، الدراسه دراسه، الصلاه صلاه، اللعب لعب، والترفيه ترفيه، عشان تقدر تكمل. لان فعلا الدكاتره والمجال الطبي حياتهم مش احسن حاجه، حياتهم صعبه، لان هم هيجوا في وقت من الاوقات التليفون لما هيرن هيكسبهم توتر وشده اعصاب، هيعمل لهم بالبيتيشن، يعني ضربات قلبهم هتزيد مع ضربه التليفون او واتساب مسج. فحاول قدر المستطاع ان انت تاخد وقتك، ترفه عن نفسك، تعمل اللي عليك. تمام. دايما بقول لاعضاء الفريق معايا، احنا ما بناخدش او ما بنحاسبش على النتائج. احنا وصلنا لكم دولة، ووصلنا لكم خبير عندنا، ووصلنا لكم ترانزاكشن على المنصة. احنا بنحاسب على الافعال بتاعتنا، انا عملت ايه، وانا شايف ان انا وصلت في المرحلة دي لمرحلة ترضيني، كترضي افعالي، الافعال دي ترضي وضعي وانا مقتنع بيها، مقتنع بيها، خلاص يبقى كده النتائج بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. فدايما انصح الطلبة ان هم ياخدوا وقتهم في كل حاجة. الحاجة التانية ما يستعجلوش النتائج، زي ما اتفقنا وزي ما انت تفضلت، يعني قلت لازم اتعلم كل حاجة. كبزنس برضو عايز اتعلم بزنس، لازم اتعلم فيه كل حاجة. ما ينفعش ابدا ان انا رايح اعمل عملية وادخل عمليات وانا اللي هعمل عملية واعمل كل حاجة، انت اصلا ما تعلمتش حاجة علشان تعملها. فلازم اتعلم كويس قوي قبل ما ابدأ، فالتروي كويس قوي، التعليم الجيد كويس قوي، وفي نفس الوقت خد وقتك وخد فترة ترفيه كويسة جدا، تقدر بعد كده تتغلب بيها على الصعاب اللي جايه يعني. علشان المنافسة نقدر نقول ان بقت شديدة قوي، محتاج تعمل فوق العادي في الكلية علشان تقدر تواكب الصعوبات اللي بعد كده. منافسه من ناحيه ايه؟ في ايه؟ يعني نقدر نقول عدد الدكاترة بيزيد، نقدر نقول ان التغيرات حوالينا بتزيد. طيب انا عايز اقول حاجه بس للطلبه، ان صدقوني ان الالتحاق لكليه الطب في مصر والوطن العربي اسهل بكثير من الالتحاق بكليه الطب في امريكا مثلا. واحنا برضو ما زلنا في نعمه ان احنا عندنا كليات اقدر اخشها مجانا وما اتعلمش، وده مش موجود اصلا عند حد. في صعوبات وعددنا بيكبر، بس عندنا مقومات كويسة جدا تدعو للتفاؤل وللنجاح. هي دي الفكرة، ان انا زي ما انا عندي وحش بس عندي حلو كتير، عندي كويس قوي. انا بتعلم ببلاش، انا اتعلمت ببلاش، يعني دخلت الكلية مش عارف مصاريف كانت حاجات تافهة 1000 يعني. جنيه ده 1000 جنيه ده ايامكم بقى دلوقتي يعني. انما زي ما في صعوبات، في مقومات نجاح كبيرة جدا جدا جدا. فما ينفعش ابدا ان انا ابص لفترة، او ما ينفعش ان انا ابص للصعوبات واسيب مقومات النجاح اللي موجودة حواليا في كل مكان. يكفي ان احنا معظمنا يعني مش مطالب ان هو يشتغل ايام الاجازة علشان يقدر يسدد مصاريف الكلية، والموضوع ده بنسبة 95% موجود في دول الغرب وامريكا. انما انا النهارده بتعلم ببلاش وباخد كل حاجه. بالعكس انا ممكن كمان ادخل كمان بقى في منصه دلوقتي، ادخل اكلم الاكسبرت يعلمني ويقول لي لا مش محتاج منك ان انا تدفع لي فلوس، كمان هعملها مجانا. جميل قوي. وبرضه نوجه رساله يعني للطلبه اللي حابه يكون ليها دخل زياده ومميزين في الشرح، هو حد بالظبط بيشرح هو اوريدي يقدر يدخل على المنصه ويقدم اي حد الخدمه عنده بتاعته. مهاره صغيره او كبيره، التعليم مش حكر على حد، وما حدش بيزعل من النقطه دي. بالعكس احنا عايزين كل الناس اللي عندها مهاره تستغلها، لان ده هو فيما بعد هو اللي هيخلي الدكاتره دكاتره، هو اللي هيخلي الناس اللي عايزه تتعلم. جميل قوي. شكرا لحضرتك يا دكتور محمد، الله وكان لقاء مثمر يعني، سعيد، ربنا واتمنى يحفظك. يبقى في فرصه سعيده. الله يكرمك، شكرا جزيلا. شكرا.